تعالوا نعمل شيخ المحشي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، ويلا نبلش. عنا 5 كيلو كوسة و2 كيلو لحمة و3 كيلو لبن زبادي و3 بصلات كبار. نبدأ أول شي بحفر الكوسة، بس ما نحفرها كتير ولازم تكون صغيرة. أنا حفرت الكوسايات وجهزتها وراح تطلع عندي بهذا الشكل. بمقلاية نزلت الزيت أو سمنة حسب الرغبة، وبنزل عليه اللحمة وببلش حرك اللحمة لحد ما تاخد لون، واستمر بالتحريك لحتى تنزل السوائل وتستوي. وبنزل البصل المفروم وبقلبه مع اللحمة. وللبهارات عندي ملعقة كبيرة فلفل أسود، ملعقة كبيرة بابريكا، وملعقة بهارات مشكلة. وآخر شي بنزل الملح، وانتو حطوا الكمية اللي تناسبكم. وهيك استوت اللحمة بشكل كامل وصارت جاهزة لحشي الكوسة. وببلش احشي الكوسة بهذا الشكل، ولازم عبي الكوساية وسكرها من لب الكوسة مشان ما تطلع اللحمة بالقلي. نزلت الكوسايات بالزيت لأنها تاخد وقت بالقلي لحد ما يتغير لونها وتصير جاهزة. وهيك استوت الكوسة معي، وصلتها للون المطلوب، ورح بلش طلعها من الزيت مشان الخطوات الجاية. صفيت الكوسة بطنجرة وبنزل عليها كاستين مي وبغطيها لحتى تستوي. وبطنجرة ثانية بضيف اللبن، وبضيف لكل كيلو ملعقة ونص نشا، بخلط عليها كاسة مي وضيفها للبن، وبحرك المزيج مع بعض. وبنزل ملعقة ثوم مفرومة. أرفع اللبن على النار وأستمر بتحريكه لحتى ما يفصل معي ويتماسك. وبس نشف مي الكوسة بلش ضيف اللبن لحد ما تخلص الكمية كلها. وبضيف رشة نعناع يابس وشوية ملح، وحرك الخليط مع بعض وخليها تغلي شوي، وبطفي النار عليها. وبعد ما استوت طبختنا بلش صبها بجاط، وأنا طبخت جنبها رز. وهي كانت وصفتنا لليوم، جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات، إن شاء الله تعجبكم، وصحتين وهنا.